لحظات وينهار مجال الألعاب بالعالم. بس إجا هذا ونقذه بالتحديد بسنة 1983. شركة نينتندو وصلت لحد الإفلاس، وكان عندهم أكو فد شاب جديد يشتغل بالشركة اسمه مياموتو. هذه صورته. وبنفس الوقت كانت عندهم لعبة اسمها رادار سكوب. رادار سكوب لعبة فاشلة تافهة. قالوا له يا معود تعال صلح لنا هذه اللعبة، سوي لنا شي نقذنا حتى ما نروح نفلس حالنا حال الشركات اللي خسرت. كان مياموتو هو عبارة عن فنان مو مبرمج، ما يعرف يبرمج. جاب لهم اللعبة رادار سكوب، غير عليها بعض التعديلات، سوى لهم لعبة اسمها جمب مان، عبارة عن قرد يطفر، مستوحاة من هذيك اللعبة الأصلية. حبوها الناس. بعد ما حبوها ورا فترة سوى لهم تغييرات تقريبا قرابة السنة، انطوه شوارب ولبسوا قبعة على ان كان عندهم الشعر صعب بالرسم. شلون اني سموه ماريو بسبب صاحب المخزن. صاحب المخزن اللي بأمريكا مأجرة منه شركة نينتندو كان اسمه ماريو، على اسمه أطلقوا هذه اللعبة. سوبر ماريو صارت رقم واحد على العالم. سوبر ماريو كانت أول لعبة من تصميم فنان مو تصميم مبرمج. باعوا بسبب لعبة ماريو 40 مليون نسخة من جهاز نينتندو اللي كان متراكم بالمخازن عندهم. مياموتو أنقذ عالم الألعاب بالكامل من الانهيار. الناس بدأت ترجع للألعاب. إذا تردون جزء ثاني عن تفاصيل هذه القصة كتبوا لنا بالتعليقات. مع السلامة.